السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نعمة. نتمنى تكونوا بخير، تكونوا دوزتوا هاد الايام مزيان ودوزتوها بصحه وسلام للجميع. اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يجعل ربي يحققها له في هاد الايام هذه. والموضوع ديال اليوم جاي نهضروا فيه الموضوع ديال السكن اللي كيكون مشترك مع العائله. الانسان دابا خصوصا كانوا الناس العراسات بزاف في هاد الصيف والناس تزوجوا، خصوصا هاد الموضوع تطرح عليا مع واحد الصديقه هي اللي قالت لي هاد الموضوع هذا ديال الاخت ديالها ساكنه مع الناس ديالها، عاطينها واحد البيت مهم في السطح بحال هكايا، والزوج ديالها كيخدم. ولكن هاد الاخت ديالها عاودات لي قالت لي بان هي مهنيه من الكرام، مهنيه من بزاف الحوايج، ولكن ديك الفلوس ديالها عايشه بعشوائيه، ما كدير حتى بشي حاجه بديك الفلوس اللي كيعطيها الزوج ديالها كيخدم. ما كدير بها حتى شي حاجه، ما دايره المستقبل ديالها كما كنقولوا والو. ولكن خصوصا دابا انا حنا نناقشوا هذا الموضوع ديال الازواج بحال دابا اللي كيسكنوا مع العائله ديالهم. انا كنصحوا باش يستغلوا الفرصه، راه احسن فرصه كتجيك هي ديك فاش كتكون مع العائله ديالك وكيكون ناقص عليك الكرا، كيكون ناقص عليك بزاف الحاجات. خصك تستغل الفرصه باش يكون عندك واحد النهار المستقبل ديالك يكون مزيان، كتحيد عليك بعدا فلوس الكرا كتبقى تجمعها وكتنظم الامور ديالك وكتمشي على حسب داك الوقت اللي انت راك عايش فيه معاهم. ولكن كدير له الوقت اللي جاي من القدام، حيت ما عرفتش انت من غدا شنو غادي يوقع. انا كنهضر على الازواج ونهضر على البنات، الزوجات، نهضر على الجميع، ما كنقولش انا غير سميتو. هي هضرت عليا قالت لي اختي ساعتنا السكنه، الراجل ديالها خدام، داكشي اللي كيعطيه لها كتمشي الكادويات والعراسات والحوايج هكايا اللي خرجت تشريها، ولكن ما دايراش علاش ترجع. ولا حتى لا بغات تبني هذاك البني اللي غتبنيه فيه، يعني داك راه كيكون الارض ولا الدار تكون ديال الورثه، هما عاطينها السكن. ولكن لا بنات فيها غدا غادي تضيع فلوسها. خصك الانسان ما غاديش يدير، غادي تجمعي ديك الفلوس ديالك وتنظمي تشوفي شنو غادي. النهار الاول تحدي غتعطيهم فلوس باش يصرفوا، اللي كان كتعطيها للعائله ديالك كتصرف، راه ما عندك ما دير، غادي تعاون العائله ديالك حتى يحن عليك الله. ولكن الانسان اللي كان محدد مع العائله ديالو بان شحال غادي يعطيهم مبلغ باش يصرفوا، ولا كان اللي كان مكلف بالصرف غتعطيه داك المبلغ، وانتيا غتشد داك الفلوس غدير بحال اللي كاري، تحط واحد المبلغ غتحد من النهار الاول تشوف النسبه ديال المبلغ اللي كتخدم به نتايا. والزوجه حتى هي تجلس ماشي تبقى يعني جالسه وكتضيع في الوقت. حتى انت اختي غتنوضي تخدمي وتعاوني راسك حتى ديري، عرفتي شنو كديري باش خصك دير المستقبل ديالك ومستقبل ديال وليداتك. واخا انت مازال ما جاوش دوك الوليدات، واخا مازال ما تقولي انا ما عارفاش وباقي ما كاين عندي والو، علاش غنخدم غتخدمي باش تكون عندك الحياه ديالك افضل من اللي راكي فيها. حيت انا كنقول لكم كنت كمر بزاف كاين ما يدار من الدار، كاين دابا ولات انترنيت، ولات الخدمه، ولا كلشي كاين. الانسان يقدر يخدم من الدار ديالو، يقدر يدير مشروع من الدار ديالو، تقدري تبداي الا ما كتعرفيش تعلمي صنعه، تعرفي كاين تنبات ولا فيران. عاطي دايره المشاريع في القناه ديالي، كاين هاد ديال الانترنت اللي ولاو دابا كتخدمي من دارك. هادشي اللي ولا باش كتعاوني راسك وتكون تعيش الحياه احسن من اللي راك فيها، تعيش حياه افضل. حيت الى الوقت راه هذا الوقت وهذا الشيء اللي بغاو، الوقت فاش غيجيو الوليدات غتبغي الدخول المدرسي. من هنا تاخدي معلومات، دابا يدخل الدخول المدرسي عرفتي الا قريتيهم في مدرسه الفلوس شحال خصك، والا قريتيهم في المدرسه د المخزن حاطي شحال خصك. خصك من دابا تحدي الاهداف ديالك، ماشي تبقاي عايشه في العشوائيه. انا راه ما كنبغيش الناس اللي يعيشوا في العشوائيه، كنقول لكم التجارب باش تكون تعيشوا في راحه. ولا الانسان يقول لك انا ساكن هنا عاطيني بيت وغنزيد نبني فيه، هذيك راه ماشي ديالك، داك الحيط ماشي ديالك، راه ديال الورثه. غدا بعد غدا ما تعرفوش شنو كاين من هنا لقدام. ما نزيدش نبني، انا ساكن نكون ساكن باحترام، واخا يكونوا تا سميتو راه هو العائله ديالي نتعامل معاه باحترام، نشوف شنو اللي خصني نجيبو وما نتحاسبش، ونعيش مرتاح باش نعيش افضل. وكيف اي بلاصه انا كنقول لكم، بلاصه اللي مشينا لها نحاولوا نعطيو صوره زوينه على راسنا فين ما مشينا، باش نبقاو مزيانين وعايشين هانيين ونكونوا محترمين ونعيشوا، نبقاو حنا نخليو واحد الصوره ديالنا زوينه فين ما مشينا. ولا كنتي مهني من الكرا راك مهني من واحد، باش غنقولوا راه حمل كبير. راه الا مشيتي كتكري راك هذيك الكريان راك كتعطي بحال اللي كتعطي الفلوس ديالك غير بحال اللي كتحرقهم. شي كتحرقهم راه بحال اللي كتحرق ديك واحد المبلغ كتهزو وكتحرقو. راه مازال الا شريتي وبقيتي بالسكن وكتعيشي شويه بشويه راه عندك واحد النهار الربح. اما الا كنتي كاري راه غير كتضيع. الانسان اللي مضطر، ما كنهضرش على واحد الانسان مضطر ولا خدمه في واحد البلاصه ما عنده ما يدير، ولكن من الاول يحدد صافي نبدا نجمع واحد المبلغ. بحال انا راني ندير واحد اللي كنتي كتشد 60 ولا 80، ولا كنحضروا على الناس اللي على قد القياس، ولا كتشد كثر. غادي الا كنت كنشد 60 كنحط 20 40، يعني راه كافياني. غادي نشد 16 ولا 18 نعطيها للعائله ديالي، هي المصروف ديالي وديال الزوجه ديالي،
والشيء الاخر اللي بقى مصاريفي ومصاريف الزوجه ديالي اللي غيخصها، والاخر غادي نحطو هذا بحال اللي ما شي ديالي كنشد اكثر 80 ولا سميتو، عاوتاني هكاك نهز 30 ونحطها هذه ديال سميتو، نجمع الفلوس. عرفتي علاش؟ حيت واحد النهار غتحتاجها، واللي ضيعتيه دابا ما غاديش تلقاه غدا. انا كنقول لكم راه اللي ضيع الفلوس في صغرو دابا ما غاديش يلقاها هو كبير. وعرفتي نجمع الفلوس باش غادي واحد النهار غادي ندير الدار ديالي، وغادي ندير الفراش ديالي، وغندير داكشي اللي بغيت، وغادي نلقى عيشه افضل من هذيك السميكرايه. والانسان اللي كيمشي بحال دابا كيمشي، انا غنمشي لهاد العراضه وغادي نعطي فيها 10000 ولا 12000 اي يوم غرد لك واحد النهار. ولكن علاش انا نزير على راسي ونضيع داري ونضيع راجلي ونضيع موظف؟ لا، واحد القدر اللي نقدر نعطيه، نقدر نعطيه 4000 نعطيها، نقدر نعطيها هذيك راه، ولكن ماشي كل مره كل يومين كل 3 ايام. الواحد راه لا، خصو يعرف راسو شنو باغي يدير وشنو اللي حدو. كتبوا واحد الورقه وبحال هكا، ندير واحد الدفتر بحال هكا نكتب كلشي داكشي اللي خصني ونعرف شنو باغيه في الحياه. وكنتمنى الفيديوهات ديالي يعجبوكم ويلقاو اعجاب، وشكرا اللي كيكتب لي التعاليق زوينه.